فترة الخلافة اللي هيحكم فيها المهدي فيها خلاف بين العلماء، منهم اللي قال إن هي هتستمر 5 سنين، ومنهم اللي قال 7، ومنهم اللي قال 8 سنين، فالله أعلم الفترة هتكون قد إيه، لكن الأكيد اللي عليه إجماع علماء المسلمين إن في آخر فترات حكم المهدي هيخرج المسيح الدجال، وكمان هينزل سيدنا عيسى عليه السلام بإذن الله. إحنا قلنا في فيديو الملحمة الكبرى إن بعد ما المسلمين هينتصروا في الملحمة الكبرى هيروحوا يفتحوا القسطنطينية، وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليهم القسطنطينية وينتصروا بإذن الله، أثناء ما هم قاعدين بيلموا ويجمعوا الغنايم صوت الصريخ هينتشر في كل مكان، كل الناس هتبدأ تنادي وتقول إن الدجال خلاص خرج، والمسيح الدجال هو أعظم فتنة على وجه الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها كتير جدا، وكل الأنبياء اللي جم من قبله حذروا قومهم من فتنة المسيح الدجال. ربنا سبحانه وتعالى هيأمر السماء إن هي تحبس كل مطرها، والأرض هتحبس كل خضرها وكل نباتها، مش هيطلع على الأرض أي نبات، وكمان المواشي والأغنام والحيوانات هيهلكوا، هيموتوا لأن مفيش ولا مية يشربوها ولا نبات ياكلوه. الناس هيفيض بيها وهيتمنوا خروج الدجال، لان هم عارفين ان الدجال هيجي معاه المطر والخير. الدجال هيجوب الارض وهيوصل لكل حته فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم استفاض واتكلم عنه كتير جدا في احاديث كتيره جدا، لان فتنته هتكون اعظم فتنه على وجه الارض، لان الدجال هيدعي الالوهيه، الدجال هيقول انا ربكم، الدجال هيطلب من الناس ان هم يامنوا بيه ويتبعوه. هي فتنه المسيح الدجال اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها. ويا ترى الدجال هيخرج منين وهيعمل ايه في الارض في الوقت ده؟ وايه هي العلامات اللي هتسبق خروج المسيح الدجال؟ ولما المسيح الدجال هيخرج هيعمل ايه؟ مين اللي هيتبعه ومين اللي هيحاربه؟ وايه علاقه سيدنا عيسى بالمسيح الدجال؟ كل ده باذن الله هنتكلم عليه في قصه النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أبو العباس شو، القناة اللي دايما متعودين نقدم عليها قصص ومعلومات مشوقة وممتعة جدا، وفيديوهاتنا اللي دايما بتكون بتجمع بين المتعة والفايدة، فإن شاء الله فيديوهاتنا تعجبكم. لو دي أول مرة تشوفني فيها أو لسه ما عملتش اشتراك للقناة، انزل بسرعة اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. كمان ما تبخلش علينا باللايك والكومنت، لأن ده بيساعد الفيديو على الانتشار والوصول لأكبر عدد من الناس. عشان ما اطولش عليك كتير، يلا جهز مشروبك وتعالى بسرعة عشان نبدأ قصة النهاردة. قبل خروج الدجال ب3 سنين الأرض هيبقى فيها شدة وقحط كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الله الأرض أن تحبس ثلث نباتها. فقبل خروج الدجال ب3 سنين في السنة الأولى ربنا سبحانه وتعالى هيأمر السماء إن هي تحبس تلت مطرها، ويأمر الأرض إن هي تحبس تلت نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها. وفي السنة التانية ربنا سبحانه وتعالى هيأمر السماء إن هي تحبس تلتين مطرها والأرض تحبس تلتين نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء. وفي السنة الثالثة ربنا سبحانه وتعالى هيأمر السماء إن هي تحبس كل مطرها، والأرض هتحبس كل خضرها وكل نباتها، مش هيطلع على الأرض أي نبات، فلا يبقى ذات زلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتحميد، ويجزء ذلك عليهم مجزأة الطعام. وكمان المواشي والأغنام والحيوانات هيهلكوا، هيموتوا لأن مفيش ولا مية يشربوها ولا نبات ياكلوه، فهي هتكون فترة صعبة جدا على الأمة في الوقت ده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن التكبير والتحميد والتهليل في الوقت ده هيكون بديل للطعام وهيخلينا مش حاسين بالجوع بإذن الله. فيقال والله أعلم إن في السنة الثالثة دي الناس هيفيض بيها وهيتمنوا خروج الدجال، لان هم عارفين ان الدجال هيجي معاه المطر والخير. احنا قلنا في فيديو الملحمه الكبرى ان بعد ما المسلمين هينتصروا في الملحمه الكبرى هيروحوا يفتحوا القسطنطينيه، وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليهم القسطنطينيه وينتصروا باذن الله، اثناء ما هم قاعدين بيلموا ويجمعوا الغنايم صوت الصريخ هينتشر في كل مكان، كل الناس هتبدا تنادي وتقول ان الدجال خلاص خرج. احنا كده عرفنا الدجال هيخرج امتى. هنتكلم بقى عن مكان خروج الدجال بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال هيخرج من أرض موجودة في المشرق اسمها خراسان، وخراسان دي موجودة في إيران. وفي حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وفعلا اليهود اللي عايشين في المنطقة دي لحد النهاردة لسه بيلبسوا اللبس ده، لسه بيلبسوا الطيالسة. ناس كتير لما بتيجي سيرة الدجال بيبقوا معتقدين انه كائن غريب وانه مش من البشر، وكمان الصورة اللي بتيجي في دماغنا ان هو شخص غريب جدا، شخص شكله مرعب وعنده عين موجودة في نص راسه، لكن الحقيقة مش كده خالص. الدجال هيكون انسان عادي زينا جدا، بني ادم طبيعي ومفيش في اي اختلاف بيننا وبينه. والنبي صلى الله عليه وسلم استفاض واتكلم عنه كتير جدا في احاديث كتيرة جدا، لان فتنته هتكون اعظم فتنة على وجه الارض. والدجال اتسمى المسيح عشان سببين: السبب الاول ان هو عنده عين ممسوحة، ويقال والله اعلم ان العين التانية بارزة وخارجة لبره. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عينه دي شبه العنبة الطافية، يعني شبه الزبيبة كده،
بسبب ان المية اللي حوالين عينيه جفت وما بقتش موجودة. والسبب التاني ان هو هيمسح الارض كلها، هيطوف ويمشي في الارض كلها من شرقها لغربها في 40 يوم. النبي صلى الله عليه وسلم وصف ال 40 يوم دول وقال عنهم ان اليوم الاول هيكون زي السنة، واليوم التاني هيكون زي الشهر، واليوم التالت هيكون زي الاسبوع، وباقي الايام هتكون زي ايامنا العاديه. الدجال هيجوب الارض وهيوصل لكل حته فيها، وهيكون راكب دبه النبي صلى الله عليه وسلم وصفها ان هي حمار، لكن حمار جسمه وشكله عظيم جدا ما شفناش زيه قبل كده. الحمار او الدبه دي هتكون سريعه جدا، هتكون اسرع من الريح، والدجال هيقدر يتنقل بيها من مكان لمكان بسرعه كبيره جدا. والدجال في وقت خروجه هيكون شاب مش عجوز، ولون بشرته هيكون ابيض محمر شويه، وشعره هيكون كثيف قوي وكمان خشن. جسمه هيكون عريض وهيكون في تباعد بين رجليه، يعني في مسافه بين رجليه. وطبعا اشهر واهم علامه ان هيكون مكتوب بين عينيه كلمه كافر. كلمه كافر دي هتكون واضحه جدا لكل المؤمنين، كل المؤمنين هيقدروا يقروها سواء بيعرفوا يقراوا اصلا او ما بيعرفوش. طيب ليه اصلا الدجال هيكون اعظم فتنه على وجه الارض؟ لان الدجال هيدعي الالوهيه، الدجال هيقول انا ربكم، الدجال هيطلب من الناس ان هم يامنوا بيه ويتبعوه، الدجال هيعمل حاجات خارقه محدش يقدر يعملها غير ربنا سبحانه وتعالى. لكن طبعا احنا مؤمنين ان ده مش هيحصل غير بمشيئه واراده ربنا سبحانه وتعالى، وهو اللي هيديله القدره والاستطاعه ان هو يعمل الخوارق دي. الدجال هيأمر السماء ان هي تمطر فهتمطر، وهيأمر الأرض إن هي تطلع النبات فهتنبت وتطلع الخضار اللي فيها. الدجال هيكون ماشي في الأرض ومعاه جنة ونار، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن جنته نار وإن ناره جنة، وإن لما يخيرنا بين الجنة والنار نختار النار، وبإذن الله هتكون جنة. من أعظم الفتن اللي هيعملها الدجال في الوقت ده إن هو هيروح لواحد من الناس وهيقول له هل لو حييت لك أبوك وأمك وطلعوا وقالوا لك إن أنا ربك هتؤمن بيا؟ الراجل ده لو إيمانه ضعيف هيقول له أيوه، فالدجال هيطلع له جن من تحت الأرض، الجن ده هيكون متشكل على شكل أبوه، وأبوه هيتكلم معاه وهيقول له إن ده ربك وآمن بيه. وساعتها الراجل اللي إيمانه ضعيف ده هيؤمن فعلا بالدجال وهيقول إن هو فعلا ربنا. أنت متخيل حجم الفتنة قد إيه؟ متخيل يعني إيه أبوك أو أمك يطلعوا لك من تحت الأرض بعد ما كانوا ميتين ويقول لك ان هو ده ربنا فعلا وآمن بيه؟ فتنة عظيمة جدا وخطيرة جدا، ومش اي حد هيسلم وهيعدي منها. الدجال هيلف على كل الارض ويدخل كل المدن وهيدعو الناس ان هم يآمنوا بيه. اللي هيأمنوا بيه هيأمر السماء ان هي تمطر، وهيأمر الارض ان هي تطلع الزرع بتاعها، واللي هيكفروا مش هيأمنوا بيه هيأمر السماء ان هي توقف المطر عليهم، وهيأمر الارض تحتهم ان هي ما تطلعش نبات ابدا، فالارض تحتهم هتبقى جافة وبور ومفيش فيها اي زرع. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش اشتراك للقناة، انزل بسرعة اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. وكمان ما تبخلش علينا باللايك والكومنت لان ده بيساعد الفيديو على الانتشار والوصول لاكبر عدد من الناس. في وقت فتنة الدجال هيخرج راجل من المؤمنين ويتوجه ناحية الدجال، وهو رايح ناحية الدجال هيقابله المسالح ويوقفوه، والمسالح دول هم الجيش اللي هيكون مع الدجال في الوقت ده. اتباع الدجال هيقابلوه ويقولوا له انت رايح فين؟ هيقول لهم انا رايح للراجل اللي خرج ده، انا رايح عند الدجال. هيقول له وانت مش بتؤمن بربنا؟ هيقول لهم الدجال ده مش ربنا اصلا. فاتباع الدجال هيقولوا اقتلوه، لكن بعضهم هيقولوا وانتم مش عارفين ان ربكم نهاكم ان انتوا تقتلوا حد من غير ما ترجعوا له؟ قصدهم على الدجال. فهياخدوا الراجل المؤمن ده ويروح بيه عند الدجال. لما ياخدوه ويروحوا بيه عند الدجال هيفضل ينادي، هيفضل يقول هو ده الدجال اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه، محدش يتبعه ومحدش يؤمن بيه. فالدجال هيأمر اتباعه ان هم يضربوه، هيفضلوا يضربوه في ظهره وفي بطنه ضرب شديد جدا. بعد كده الدجال هيقومه ويقول له انت مش بتؤمن بيا؟ الراجل المؤمن هيرد عليه ويقول له لا انت المسيح الكذاب. فالدجال هيأمر اتباعه ان هم ينشروه بالمنشار، وفعلا هينشروه بالمنشار من اول راسه لحد بين رجليه. فالراجل ده هيتقسم قطعتين والقطعتين دول هيقعوا على الارض. بعد كده الدجال هيعدي بين القطعتين دول ويقول للراجل ده قوم، فربنا سبحانه وتعالى هيحييه تاني من جديد وهيقوم يقف. وبعد ما يقوم تاني الدجال هيقول له او تؤمن بيه؟ انت دلوقتي بتؤمن بيا ولا لا؟ الراجل المؤمن ده هيرد عليه ويقول له ما ازددت فيك الا بصيره، انا دلوقتي اتاكدت اكتر ان انت الدجال. وهيفضل ينادي في الناس ويقول لهم هو ده المسيح الدجال، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه، هو مش هيقدر يعمل كده في اي حد غيري. وفي الوقت ده الدجال هيأمر ان هو يتذبح ويتقطع راسه. الدجال هياخد الراجل المؤمن ده عشان يذبحه ويقطع رقبته. وفي الوقت ده هتحصل معجزه عظيمه جدا، ربنا سبحانه وتعالى بقدرته هيخلي رقبته من النحاس، المنطقه دي بالكامل هتبقى من النحاس، فالسكينه مش هتقطع رقبته. وساعتها الدجال هيمسك الراجل ده من ايديه ورجليه ويحدفه. الناس هيفتكروا ان هو حدفه في النار، لكن الحقيقه هو حدفه في الجنه. احنا قلنا في فيديو جزيرة الدجال ان تميم الداري لما قابل المسيح الدجال على الجزيرة اتكلم معاه وعرف منه ان هو مش هيقدر يخش مكة والمدينة. قصة مقابلة تميم الداري للدجال على الجزيرة هي قصة مهمة جدا، فيها معلومات مهمة جدا لازم كلنا نكون عارفينها. الفيديو ده هيظهر معاك في حرف الاي اللي موجود فوق، وكمان هتلاقيه في وصف الفيديو، اتفرج عليه عشان اكيد هتستفيد منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدجال مش هيقدر يخش مكة والمدينة،
وإن هيكون موجود على كل باب أو مدخل من مداخل مكة والمدينة ملك من الملائكة واقف بيحرسها وهيمنع الدجال من الدخول. النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا ان احنا نحاول على قد ما نقدر نتجنب فتنة المسيح الدجال، نحاول نبعد عنه وما نتعرضش ليه اصلا، وان افضل شيء في الوقت ده ان احنا نحاول نروح نقعد في مكة والمدينة عشان نتجنب المسيح الدجال، وان في الوقت ده هيكون في ناس مؤمنة بالله سبحانه وتعالى وعارفين فتنة الدجال وعارفين صفاته وعارفين علاماته، وكمان هيقرروا ان هم يخرجوا يقتلوه ويحاربوه. لكن من شدة الفتنة دي ومن قوة الحاجات الخارقة اللي هيشوفوها في الوقت ده هيكفروا بالله سبحانه وتعالى وهيؤمنوا بالمسيح الدجال وهيقعوا في فتنته. نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان احنا لو تعرضنا للدجال وشفناه اول ما نشوفه نقرأ اول 10 ايات في سورة الكهف، وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيعصمنا من فتنته. وعشان كده واجب على كل مسلم ان هو يحفظ سورة الكهف، واجب على كل مسلم ان هو على الاقل يحفظ اول 10 ايات عشان ربنا سبحانه وتعالى يجنبه ويعصمه من فتنة الدجال. ده غير كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم وصانا من الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال بعد التشهد في كل صلاة، فاللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أثناء فتنة المسيح الدجال المهدي والمسلمين والجيش اللي معاه هيكونوا مستخبيين في بيت المقدس، هيكونوا قاعدين جوه وبيحاولوا يتجنبوا المسيح الدجال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصانا. وفي ليلة من الليالي بعد فترة من خروج الدجال المسلمين هينوا إن هم لما يصحوا الصبح بإذن الله هيخرجوا يواجهوا الدجال عشان يريحوا الناس من شره وفتنته. المسلمين هيصحوا الصبح عشان يصلوا الفجر، وأثناء ما المؤذن بيقيم الصلاة هيلاقوا سيدنا عيسى عليه السلام داخل عليهم المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن مشهد نزول سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى عليه السلام هينزل من السماء وهو ساند ايديه على جناح ملكين، شعره هيكون طويل وناعم وجميل ونازل لحد كتفه، بشرته هتكون بيضة وجميلة وناعمة ومايلة للاحمرار، جسمه وشعره هيكونوا مبلولين بسبب مروره على السماء والسحاب. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف القطرات اللي هتنزل منه ان هي هتكون شبه اللؤلؤ. سيدنا عيسى عليه السلام هينزل عند المنارة البيضاء، والمنارة البيضاء دي موجودة في سوريا شرق دمشق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نفس سيدنا عيسى هيموت كل الكفار اللي هيشموه، وان نفسه ده بيوصل لحد اخر مد بصره، يعني النفس بتاع سيدنا عيسى هيوصل لاخر مكان عينه تقدر تشوفه، فالنفس بتاعه هيغطي دايره واسعه جدا على مد بصره، وطول ما هو ماشي على الارض الدايره دي بتبدا تتحرك معاه وبتموت كل الكفار اللي هيقابلهم. سيدنا عيسى هيروح عند بيت المقدس وهيخش على المسلمين اثناء اقامه الصلاه، ولما المسلمين هيشوفوه هيفرحوا جدا وهيعرفوه لان هم هيكونوا مستنيين وعارفين ان هو هينزل في الوقت ده. المهدي هيقدم سيدنا عيسى عشان يقوم المسلمين في الصلاه، لكن سيدنا عيسى هيرفض. سيدنا عيسى هيقول للمهدي ان الصلاه دي اتقامت لك انت، وانت اللي هتقوم المسلمين وانا هصلي وراك. وفعلا المهدي هيقوم المسلمين في صلاة الفجر وهيكون وراه المسلمين وسيدنا عيسى عليه السلام. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صلي لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. وبعد ما يخلصوا صلاة هيقرروا إن هم يخرجوا يواجهوا الدجال والجيش اللي معاه. الدجال اول ما يشوف سيدنا عيسى هيهرب ويخاف ويجري، لان هو عارف ان دي هتكون نهايته، هو عارف ان نهايته وموته هيكون على ايد سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى هيطلع يجري وراه وهيلحقه عند حته اسمها باب لد، وباب لد دي موجوده في فلسطين. هيضربه بالسيف بتاعه او بالحربه بتاعته لحد ما يموته، وبعد كده هيوري المسلمين الدم بتاعه على سيفه او حربته عشان يقول لهم ان كده خلاص فتنة المسيح الدجال انتهت. واثناء مطاردة سيدنا عيسى للدجال المهدي والمسلمين هيكونوا بيحاربوا اليهود، هيكونوا بيحاربوا جيش اليهود اللي جاي مع الدجال. واثناء الحرب دي اليهود هيبداوا يهربوا ويستخبوا ورا الحجر والشجر، وفي الوقت ده هتحصل معجزه عظيمه جدا. الحجر والشجر هيتكلموا، الحجر والشجر هيبداوا ينادوا على المؤمنين ويعرفوهم ان في يهود مستخبيين وراهم. الشجره هتنده على المؤمن وتقول له تعالى في يهودي مستخبي ورايا تعالى اقتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كل الشجر هيتكلم ما عدا شجره واحده بس اسمها شجره الغرقد، لأنها من شجر اليهود. والله أعلم صوت الحجر والشجر هيبقى صوت مسموع لكل الناس ولا هيكون مجرد صوت موجود في راس المؤمنين بس. وبكده تكون انتهت فتنة المسيح الدجال، وكمان مات كل اليهود اللي موجودين على الأرض. بعد انتهاء فتنة المسيح الدجال سيدنا عيسى عليه السلام هيكون هو خليفة المسلمين، والعلماء مختلفين المهدي هيعيش الفترة دي قد إيه. بعض العلماء بيقول إن هو هيعيش 7 سنين في خلافة سيدنا عيسى عليه السلام، فالله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. الفيديو ده هو جزء من أجزاء سلسلة علامات الساعة وأحداث النهاية. احنا اتكلمنا في الفيديو ده عن فتنة المسيح الدجال، أعظم فتنة على وجه الأرض، وعرفنا إيه هي الحاجات اللي المسيح الدجال هيعملها وكل الأحداث اللي هتحصل في الوقت ده. كمان اتكلمنا عن نزول سيدنا عيسى عليه السلام وقتله للدجال. إن شاء الله في الفيديو اللي جاي هنكمل كلامنا عن خلافة وحكم سيدنا عيسى عليه السلام للمسلمين، وكمان هنتكلم عن يأجوج ومأجوج وهنعرف إيه اللي هيحصل في الوقت ده
وازاي فتنتهم هتنتهي. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش اشتراك للقناه، انزل بسرعه اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. وكمان ما تبخلش علينا باللايك والكومنت لان ده بيساعد الفيديو على الانتشار والوصول لاكبر عدد من الناس. كمان مستنيين ارائكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم للفيديوهات اللي جايه. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.